غوارديولا محامي محرز. دافع بيب غوارديولا عن لاعبه الجزائري رافضا انتقاد رياض محرز. غوارديولا أكد أن رياض محرز يقدم موسما استثنائيا مع فريقه. المدرب الكتالوني قلل من أهمية إهدار محرز الفرص، خاصة ركلة الجزاء أمام ويست هام يونايتد في الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. محرز واجه انتقادات كبيرة بعدما أهدر فرصة حسم لقب الدوري الإنجليزي مبكرا. أهدر انفرادا في اللحظات الأخيرة أمام ليفربول، وتعادل فريقه وقتها بهدفين لمثلهما بملعب الاتحاد، وأتته الفرصة من جديد أمام ريال مدريد. كان بإمكانه التسجيل في ملعب الاتحاد لتوسيع الفارق إلى 3 أهداف مع الملكي، لكن محرز واصل مسلسل إهدار الفرص مرة أخرى. الصحافة ركزت على ردة فعل غوارديولا وقتها، الذي بدا غاضبا بشدة بعد إهدار محرز انفرادا أمام ريال مدريد. غوارديولا أشاد بجرأة رياض محرز، مشيدا بتحمله المسؤولية لتسديد ركلة الجزاء في وقت حاسم. بغض النظر عن إهدارها أمام ويست هام يونايتد، يصبح بيب غوارديولا أهم المدافعين عن محرز في محاولة إخماد نيران الانتقادات الموجهة إليه. هل تتفق مع غوارديولا أم لا؟